اسمع يا سيدي، لو انت خدت بالك من الطريقة اللي إسرائيل وأمريكا ضربوا بيها إيران في الأول، هتجد الآتي. هم اتعلموا من الحرب بتاعة ال 12 يوم اللي فاتت، وكان التركيز طبعا على حكاية الصواريخ، وسابوهم من موضوع النووية والنووية، لأن ديت جاية anyway. حاطين في دماغهم إنهم الحكومة اللي جاية اللي هيحطوها أو هياخدوها أو هم اللي هيحكموها whatever it is. هنخلص من البرنامج النووي ده عادي. فكان التركيز كله على ال الناس اللي هي العقليات اللي بتدير، والصواريخ. أمريكا وإسرائيل في الأول دمروا تقريبا نص الصواريخ، نص مخزون الصواريخ. طيب الأهم من المخزون إيه؟ المنصات، الصواريخ الكبيرة اللي هي الخوف منها، اللي كانت بتدمر وبتعمل الحاجات دي وانشطارية وحاجات زي دي، بتحتاج إلى منصات إطلاق كبيرة. وعارفين إحنا منصات إطلاق متحركة اللي هي زي العربيات اللي هي فيها منصات الإطلاق دي. وبالتالي التركيز كله إنهم يصطادوا المنصات دي. إيران اعتقادا منها انها هتحسم الامر، دخلت طخ 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 طخ، ضربت في الاول شويه الصواريخ اللي عندها، اللي هم مش محطين في المخازن، اللي هم طالعين وجاهزين للاطلاق، وضربتهم. فطبعا كل ما تضرب، كل ما منصه الاطلاق تتكشف وتتعرف، ويتم ايه اصطيادها على طول. الطياره تروح جايباها، لان هم موجودين 24 ساعه في الجو هناك. فشايفين كل اللي بيطلع، الصاروخ اللي بيطلع شايفينه، بغض النظر عن حكايه الاقمار الصناعيه والكلام ده. لا، ده هم هناك. آه فبيروحوا مصطادين. اصبحت الصواريخ اللي موجوده دلوقتي، يعني معظم منصات الاطلاق انضربت. اصبحت الصواريخ اللي موجوده هناك تعمل ايه؟ يقول لك يخليهم لهم يعمل لها خوازيق، يمكن يحتاجوها بعد كده، تتعمل خوازيق تتزرع في الارض كده، وبدل ما بيضربوا كفوفهم على بتاع وزعلانين على الحسين، يروحوا يقعدوا على الخوازيق دي. عشان كده لو انت لاحظت النهارده اللي هو الاثنين، هتجد ان الشغل كله شغال بالدرونز، اللي هي الطيارات المسيره. والطيارات المسيره دي مهما بلغ حجمها، مهما كانت القوة، الراس بتاعتها، ما هو أهم حاجة في الموضوع إيه؟ الراس. عارف أنت أهمية الراس. فالراس بتاعتها مهما كانت اللي هي القوة التدميرية بتاعتها قليلة، لأنها محتاجة إن هي تطير مسافات طويلة، وبالتالي ما ينفعش إنها تكون تقيلة. وما فيش فيها محرك نفاث ولا حاجة. فالعملية يعني إيه؟ بتبقى على قدها. دي ينضرب بها مبنى يعني صغنطوط كده، ينضرب بها محطة آبار بترولي، ينضرب بها الكلام ده كله. تقول لي طب معنى كده ان الحرب هتخلص؟ اقول لك لا، لان لو انت لاحظت النهارده برضو الاثنين، لا بدات ايران بدات تفقد توازنها. قيادات معظمها، ناس كتيره قوي منها راحت. صواريخها اللي هي الدراع بتاعها، الدراع الطولة بتاعتها اللي ما عندهاش غيرها، هي الصواريخ. صواريخ بدأت أعدادها تبقى محدودة جدا. لو لقوا الصاروخ مش هيلاقوا ازاي يضربوه. بقت مشكلة كبيرة عندهم. فأصبحوا يبهدلوا الدنيا. زي ما قلت لك، ده فكر ديني. الفكر الديني ده بيدنه يعمل ما فيش حاجة اسمها ان انا اسلم. ادن احاول اعتقادا منهم. وده اللي عملوه الجماعة عندنا، الاخوان المسلمين، اعتقادا منهم ان ربنا هيجي معاهم، والملائكة هتنزل تحارب معاهم. والاهم من ربنا والملائكة ان الحسين معاهم. يعني انا مش فاهم ما نفعش نفسه ليه، وهو دافع عن نفسه قبل ما يتقتل. بس anyway، ما علينا، دي اعتقادات وتحترم او لا تحترم. انا لا احترم اي من المعتقدات دي، لا اللي عندهم ولا اللي عندنا. فالفكر الديني زي ما قلت لك، خش يا حزب الله، خش يا حوثيين، خش يا جماعه بتوع العراق، خش يا مش عارف ايه، لانه خلاص بيترنح، فقد توازنه. فعمال يحارب لحد الاخر لحد الاخر لحد الاخر. معقول يا جدعان هنسلم كده بسرعه؟
هيدنه يفرفر شوية وفي الآخر هيروح. بس ايه بقى؟ احتمال بقى. عشان كده انا اعتقد ان في اوامر من امريكا لاسرائيل ولدول الخليج ما تضربوش البترول اللي في ايران، لسبب بسيط جدا. ما جايز البترول ده يبقى بتاعنا زي ما بتاع فنزويلا بقى بتاعنا، زي ما عملنا في فنزويلا وسيطرنا على البترول. بقى اللي عايز يشتري بترول من فنزويلا بيجي يشتري منا. نعمل نفس الحكاية دي، واحتمال قائم. ليه لا؟ ما احنا اتفقنا ان القوة هي اللي بتعمل كل حاجة. انت راجل قوي بتسيطر على الدنيا كلها، واخد بساتك. انما ايران بتحاول تجرجر الدول العربية، وبتحاول تجرجر الصين، وبتحاول تبوظ المخزون، بدليل انها ما حاولتش. يعني القواعد الامريكية فين؟ القواعد الامريكية، طب ما تركيا مليانة قواعد امريكية مثلا يعني، وغير تركيا. فالموضوع انتهى. اللي قاعد يقول لك ان ايران تحقق مش عارف ايه، ايران عملت ايه، ايران ده كلام فاضي، كتكوت او فرخه وات، وبتفرفر. وزي ما اتفقنا فكر ديني متخلف. انا مش عارف ربنا هيحارب مع ايران ولا هيحارب مع مصر ولا هيعمل ايه، يعني هيقطع نفسه ربنا ده. يعني كله متوقع انه معاه، كل واحد متوقع معاه يلعبوا كوره ربنا معاهم، والتاني برضه ربنا معاه ايه الحكايه يا جدعان؟ ده ربنا ده اتبهدل في وسطكم. واحد يقول لك مصر محدش يقدر يقرب لها عشان ربنا، والتاني يقول إيه ربنا؟ هو ربنا خلقك انت وما خلقش غيرك؟ ثانيا، هو حد تعرض لمصر من اساسه عشان احنا نطلع نقول الكلام ده؟ لازمته ايه الكلام ده يتقال من اساسه؟